جنش فوت المباراة للزمالك. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل حبايبنا. ده كان لسان حال مجموعة كبيرة من جماهير النادي الأهلي بعد مباراة فيوتشر واللي فاز فيها نادي الزمالك على فيوتشر بنتيجة 3-2 بعد مباراة قوية من نادي الزمالك وريمونتادا. رجع نادي الزمالك وقدر يفوز على فيوتشر 3-2 بعد ما كان خسران في بداية الشوط الأولاني 2-0. والحقيقة إن الثلاث أهداف اللي أحرزها نادي الزمالك كان لجنش دور في اتنين منهم على الأقل، أو بمعنى أصح كان عنده جزء من الخطأ وعدم التوفيق في الأهداف اللي دخلت فيه. لكن الكلام هنا بقى، هل جنش متعمد إن هو يفوت المباراة؟ ظاهرة تفويت المباريات دي موجودة، لكن مش في دوري كله كاميرات وأضواء ومحللين وناس فاضية قاعدة قدام التلفزيون تحلل أداء اللعيب وكل خطوة بيخطيها اللعيب. بمعنى إن واحد زي جنش او زي سعد سمير، وافتكروا لو حد متابعني الفيديو اللي كنت عملته قبل كده عن سعد سمير لاعب النادي الاهلي السابق لما اخطاء مشابهه كده زي اللي عملها جنش في مباراه الاهلي وفيوتشر برضه، واهدى كوره بمنتهى السذاجه لقفشه عشان يفوز الاهلي على فيوتشر. نفس اللي حصل مع محمود جنش لاعب الزمالك السابق في مباراه الامس. واخطاء جنش كانت نتيجه الضغط العصبي اللي موجود او اللي محطوط على جنش، لان اللاعب بيلاعب ناديه السابق وماشي بطريقه غير مناسبه من الزمالك، وبالتالي اللاعب بيكون مشدود. وكلنا شفنا العصبيه اللي كان فيها جنش بعد كل لعبه وازاي كان بيزعق لزمايله، وبالتالي كان جنش فعلا مش في مستواه واخطا اخطاء ساذجه، لكن انا بشوفها غير مقصوده. واعتقد ان في المستوى ده وفي الليفل ده صعب ان لاعب يضحي بنفسه وباسمه وبتاريخه علشان مباراه كره قدم. وبالتالي انا بقول ان الضغط النفسي والعصبي اللي كان عليه اللاعب هو ده اللي سبب في اخطائه، وده اللي كان حصل قبل كده مع سعد سمير لاعب النادي الاهلي السابق في مباراه الاهلي برضه امام فيوتشر، واخطا بنفس الطريقه وسبب في خساره نادي فيوتشر امام النادي الاهلي. فعايزين نكون عقلانيين وما نتكلمش بعصبيه واهلاويه زملكاويه. لازم نحاول لما نتكلم نكون بنتكلم بحياديه ونجنب نظريه المؤامره دي اللي دايما بنقول انها في الكوره يعني موجوده، لكن في اماكن معينه وفي مستويات معينه. دي طبعا وجهه نظري وكل واحد ليه وجهه نظر، وانا عن نفسي بقول اني اهلاوي لكن انا ما بحبش التعصب والمتعصبين. ويا ريت اللي يعلق علينا او يرد علينا يكون برضه بنفس المستوى وبنفس الهدوء، لان احنا ما بنقبلش ان حد يغلط فينا ولا ان احنا نغلط في حد.